اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ كده ما تنسوش اللايك والشير عشان القصة توصل لناس أكتر، ويمكن تكون سبب في تغيير حياة حد للأفضل. أنا اسمي هدى، عندي 24 سنة، واللي هحكيه ده مش قصة خيالية ولا مجرد درس. ده حتة من حياتي، حاجة حصلتني وغيرتني قوي من جوه. أنا كنت بنت عادية جدا، عادية لأقصى درجة، لا ملتزمة قوي ولا بعيدة عن ربنا خالص. يعني من الآخر كده نُص، نُص، أصلّي لمّا أفتكر، وساعات كتير باكسّل مش هاضحك عليكم، ألبس اللي على مزاجي وأقول أنا قلبي أبيض وخلاص، أكذب بس الكذبة الصغيّرة اللي بتعدّي الدنيا، أغلط بس أرجع أقول ربنا غفور رحيم، أكيد هيغفر لي. كنت شايفة إن كل ده طبيعي، وإن كل الناس كده وكل الناس بتغلط، وإن ربنا أكيد مش هيحاسبني على الحاجات الصغيّرة دي، بس اكتشفت إن الحاجات الصغيّرة دي هي اللي بتفرق. كنت باشتغل في محل هدوم، المكان كان زحمة وصوت الناس عالي، والزبون دايمًا مستعجل والشغل اللي كان مرهق جدًا، بس كان في حاجة مختلفة أوي في المكان هناك. واحدة صاحبتي اسمها مريم، مريم دي كانت هادية بشكل غريب، مش بتتكلم كتير، بس لمّا بتتكلم تحس إن كلامها داخل على قلبك على طول من غير استئذان، مش بتتخانق، مش بتغلط في حد، مش بتتدخل في مشاكل ولا بتعمل أي مشكلة. وأغرب حاجة بقى كنت باشوفها منها إن هي دايمًا متطمنة. مرة سألتها وأنا مستغربة وباقول لها: "هو أنتِ إزاي كده؟ يعني إيه اللي مخلّيكِ هادية طول الوقت؟" بصّت لي وابتسمت ابتسامة بسيطة وقالت لي: "عشان باحاول ما أزعّلش ربنا." ضحكت وقُلت لها: "هو ربنا مستني منِّك أنتِ يعني؟" بصّت لي نظرة عمري ما هانساها، نظرة هادية بس عميقة أوي، وقالت لي: "مش مستنيني، بس أنا محتاجة له." الجملة وقتها عدِّت، بس الحقيقة إن هي ما عدِّتش، فضلت جوايا من غير ما أحس، وعدّى الوقت لحد اليوم اللي بدأ فيه كل حاجة، يوم عادي جدًا زي أي يوم. دخلت سِت كبيرة المحل، وكان شكلها تعبان ومش مركّزة، اختارت حاجة بسيطة وجات تحاسب، ادّتني الفلوس، ولمّا بصّيت لقيت في إيدي زيادة 500 جنيه، وقفت لحظة وبصّيت حواليّا ما فيش حد واخد باله، والسِت كمان مش مركّزة وأكيد مش هتحس. وجوايا صوت بدأ يشتغل: خديهم، دي محتاجة، دي فرصة. وفي نفس الوقت صوت تاني بيقول لي، بس الصوت ده كان ضعيف شوية: حرام. لكن بصراحة كنت قربت إن أنا أسمع الصوت الأول، لحد ما سمعت صوت ورايا بيقول لي: هدى، الفلوس زيادة. لفيت لقيت مريم بصت لي وسكتت، قربت مني وقالت لي بهدوء: احفظي ربنا وهو هيحفظك. الجملة دي كأنها وقفت الزمن. رجعت بصيت للست، رجعت لها الفلوس، وأول ما خدتهم بصّت لي بنظرة كلّها دعاء، وقالت لي: "ربنا يحفظِك يا بنتي ويبعد عنِّك كل شر." دعوة بسيطة، بس والله حسّيت براحة غريبة، سكينة أول مرّة أحس بيها في حياتي. رجعت البيت اليوم ده وأنا مش طبيعية، قاعدة أفكّر هو ممكن فعلًا ربنا يحفظني عشان موقف زي ده؟ ومن ساعتها قررت أجرّب، مش هابقى ملاك لأ، بس بقيت باحاول وباشتغل على نفسي أكتر. بدأت بحاجات بسيطة، بدأت أصلّي حتى لو أنا متأخّرة، أبطّل أكذب حتى لو كذبة صغيّرة، أبعد عن الحاجة اللي بتحسّسني دايمًا إن أنا غلط، أفتكر دايمًا احفظ الله يحفظك. الأيام عدّت وكنت باغلط وبارجع وباضعف وباقوم، بس الفرق إني بقيت حاسّة إن في حد شايفني. لحد اليوم اللي عمري ما هانساه، كنت مروّحة من الشغل، الدنيا كانت زحمة جدًا، وفجأة شاب بيجري جامد خبطني، وقعت على الأرض والدنيا لفِّت بيّا، وفي لحظة سمعت صوت عربية قريّبة منّي بسرعة، رفعت عيني لقيتها جاية عليّا، ثواني بالضبط وكنت هاموت، بس العربية في آخر لحظة وقفت، وعلى بُعد سنتي منّي. السواق كان مرعوب والناس بتجري،
وأنا كنت قاعدة على الأرض باعيّط مش عارفة، مش من الخوف بس من الإحساس. افتكرت كل حاجة حصلت، الفلوس ودعوة الست وكلمة صاحبتي مريم، احفظي ربنا وهو يحفظِك. وقتها فهمت إنه مش بالكلام بالإحساس. رجعت البيت اليوم دوّة ودخلت أوضتي وصليت، بس أول مرّة في حياتي أصلّي وأنا بابكي، وقُلت يا رب أنا فهمت، أنا كنت فاكرة نفسي لوحدي بس أنت كنت معايا. ومن اليوم ده بدأت رحلة جديدة، بقيت باصلّي في وقتي، مش عشان لازم أو عشان محتاجة، بقيت أسيب الغلط، مش خوف ده حُب. بقيت أفتكر ربنا في كل حاجة، لكن الاختبار الحقيقي ما كانش لسه إجا. في يوم صاحبة ليّا في الشغل اتظلمت واتسرق منها مبلغ والمدير شَك فيّا أنا، قالوا لي يا إما تعترفي يا إما هنمشّيكِ، والموضوع كان سهل، كلمة واحدة مش أنا، بس ما حدش وقتها كان مصدّق. والشيطان ساعتها قال لي قولي على أي حد وخلّصي نفسِك، لكن افتكرت كلمة احفظ الله، وقُلت أنا مش هاعمل كده وربنا شاهد. وخرجت من الشغل، رجعت البيت مكسورة، قُلت يا رب أنا حاولت أراضيك، ليه كده؟ بس جوايا صوت كان بيقول لي اصبري. بعد يومين الحقيقة ظهرت، والكاميرات جابت اللي سرق، ورجعوني الشغل واعتذروا لي قدّام الكل. بس الأهم إني حسيت إن ربنا ما سابنيش. مرّت الأيام وحياتي بقت أهدى، واتطمنت أكتر وقرّبت من ربنا. وفي يوم مريم اختفت، ما جيتش الشغل، يوم و2 و3 قلقت عليها، سألت على عنوانها ولقيت أهلها بيقولوا إن هي تعبانة. دخلت أشوفها لقيتها على السرير، ضعيفة بس مبتسمة. قُلت لها أنتِ كويسة؟ قالت لي أنا كويسة طول ما ربنا معايا. مسكت إيدي وقالت لي فاكرة الجملة اللي قُلتها لِك احفظ الله يحفظك؟ ابتسمت وقالت خلّيها معاكِ طول عمرِك، اوعي تسيبيها. بعد أسبوع مريم اتوفت، اتكسرت، بس جوايا يقين إن هي كسبت. النهارده بعد سنين أنا مش ملاك وباغلط وباضعف، بس بقيت باعرف أرجع. كل ما أقع أفتكر لو حفظت ربنا هو عمره ما هيسيبني. ولازم نعرف كلنا يا حبايبي إن مش لازم تبقى كامل عشان ربنا يحفظك، بس ممكن تبقى صادق. احفظ ربنا في الصغيرة قبل الكبيرة، هتلاقيه معاك في الشدة قبل الرخاء. ويمكن في لحظة واحدة تشوف ده كله بعينك زي ما أنا شُفته. لو القصة لمست قلبكم ما تنسوش تحطوا لايك وشير، وأشوفكم في قصة جديدة من قصص هند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.